السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون عندنا آخر أخبار لعبة FC 25 واستعراض لتليلر. بس قبل ما نبدأ لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات، ويلا بسم الله خلونا نبدأ. أول شيء خلوني أقول لكم عن رأيي بخصوص بطل الغلاف جود. أنا أشوف صراحة ألعاب فيفا في آخر 4 أو 5 سنوات ما تعطي قيمة حق بطل الغلاف، يعني عادي أي لاعب تو طلع يصير بطل غلاف، بينما كان في السابق يعطون اللاعبين اللي فعلا هم أفضل لاعبين حاليا في العالم. يعني على سبيل المثال لعبة NBA دائما يخلون أفضل لاعب كرة سلة هو بطل الغلاف، وهاي الشيء يصير بعد في لعبة المصارعة، دائما المصارع اللي يكون عنده الحزام وهو الأفضل يخلونه هو بطل الغلاف. اي سياستها مختلفة آخر 5 سنوات، يعني حتى في لعبتهم الثانية UFC يخلون أي مقاتل بطل غلاف. بهالطريقة أنت ما تعطي قيمة حق بطل الغلاف. أتذكر قبل تنتظر مين بطل الغلاف، هل راح يصير ميسي، هل بيصير كريستيانو ولا نيمار. أما الحين عادي، يعني بتعطي جود، هيلند، مبابي ولا حتى مايتميناي، ما راح يفرق. أنا أتوقع في المستقبل حتى مدربين راح يخلونهم بطل الغلاف. الحين خلونا ننتقل إلى النقطة الثانية، واللي هي جودة الوجوه والجرافيكس. الجودة صراحة ما اختلفت، الإضاءة نفسها، يعني شكل اللاعبين بعد ما اختلف وايد عن اللعبة السابقة. لكن عندي ملاحظة بس واحدة، واللي هو وجه جود صراحة وجهه ما عجبني، شكله في الواقع جدا مختلف صراحة. يعني هذه مقارنة بين الصورتين، صراحة في اختلاف جدا ملحوظ بين الصورتين، كلش جود ما ضبطوه. يعني صراحة جودة اللعبة وجودة الوجوه من زمان يعني رهيبة في لعبة فيفا، يعني ما يحتاج حتى يطورونها. لكن المصيبة في شكل اللاعب مو مضبوط. ننتقل إلى نقطة ثانية أخيرا، وفي لعبة فيفا أو لعبة FC سموها ناس ما تبون تسمونها، صار موجود التسحب. يعني تعرفون إنه من زمان المفروض يضيفون هاي الإضافة، لكن الحمد لله في هاي الجزء راح يكون في ضغطة زر حق التسحب، لكن مع الأسف راح تكون وايد صعبة. يعني يقولون لازم تطق إكس وتحرك الدوائر اللي على اليمين، يعني هاي وايد صعب صراحة. شلون بتطق إكس وفي نفس الوقت بتحرك الدوائر؟ وما بالعمالة متعمدين يسوونها صعبة علشان ما تسويها وايد. في النهاية شيء أفضل من لا شيء. يعني صراحة هاي الإضافة لازم يضيفونها من زمان، من 2017 و18. يعني شد القميص ليش؟ يعني مو شيء صعب علشان ما تقدرون تضيفونه. أنا في شيئين كانوا محيريني، في المصارعة ما تقدر تمسك الحبل، وفي لعبة فيفا ما تقدر انك تشد القميص، رغم ان هالشيئين وايد سهلين. لكن صراحة تفائلت في الالعاب هاي السنة، لان انا صار سنين منتظر فيفا يسوون شد القميص. اضافة ايقونة جديدة وبشكل رسمي، اضافة اللاعب مايكون اللي هو يعتبر افضل ظهير ايمن في العالم. اللي ما يعرف مايكون ولا لحق عليه، هو ظهير انتر ميلان يوم خذوا دوري ابطال اوروبا انتر ميلان 2010، وهو يعتبر أفضل ظهير في العالم بالنسبة لي. يعني سريع، دفاعيا قوي، هجوميا قوي، ممتاز هذا الظهير، باصات، يعني أسست، كل شيء يسويه. متحمس أشوف ضغط مايكون، يعني أحس أن كل شيء بيكون ممتاز فيه، ومتحمس حتى أني ألعب فيه. ننتقل إلى نقطة ثانية، ملعب برشلونة، ملعب الكامب نو ما راح يكون موجود في لعبة فيفا. طبعا لساني للحين مو متعود على اسم اللعبة، للحين اقول لعبة فيفا. المهم هذا الشيء رسمي، مع الاسف لعبة بيس او اللعبة اللي ماخذتها نفس الشركة القديمة اللي هي كونامي راح يكون فيها ملعب الكامب نو، وللحين مالكين حقوق ملعب الكامب نو. ما ادري لمتى، يعني صراحة وايد طولوا، صار لهم يمكن الحين 5 سنوات وكل الملعب عندهم. هذا خبر مؤسف، كنت اتمنى ان شركة اي يجتهدون هالسنة وياخذون ملعب الكامب نو، لانه يعني صراحة برشلونة ضايعين، الملعب مالهم سيء في البلاي ستيشن، وايد سيء. ننتقل إلى نقطة ثانية، واللي هي أن الحارس راح يكون عنده ميزة صفرة. طبعا تعرفون مميزات هذه الصفرة حقت مثلا القوة، سرعة الحركة، الجري، وهاي الأمور، يعني هذه كلها ما موجودة عند الحارس بالصفرة. فالحين راح يكون موجود عند الحارس ميزة صفرة، وانا بكل صراحة مو عجبتني هالميزات، لانه يعني ما ادري، احس اللعبة صارت كأنها كابتن ماجد فيها، يعني وايد كذب اذا تلعب يعني طور المهنة وهاي الاشياء، ما تحس بالواقعية. يعني في ناس يحبون يلعبون لعب واقعي، يلعبون دور المهنة، انا صراحة واحد من الناس هذيلا. جرب انك تفتح السوني وتلعب FC 24 وتاخذ انجرتين ولا انتر ميامي، والعب في ميسي
والعب ضد اسطوري ولا تلعب ضد اللاين، اضرب بس زر R1 ومش. تشوف يعني بتشوف ميسي يتزلج ويفر اللاعبين. هاي ما تحس اللعب واقعي كلش. عاد الحين الحراس بيصيرون وليد اقول لك، يعني بتشوف ناير يناقز يمين ويسار، وبتشوف كورتوا يناقز يمين ويسار. الميزة ما عجبتني صراحة، الميزة الصفرة هذه يعني ما عجبتني، خاصة حق الحراس. الحين وايد بيصيرون صعبين، الحراس بروحهم من الأساس صعبين وغثيثين، فما بالك مع الميزات. الحين راح ننتقل حق نقطة أنا صراحة وايد عجبتني، اللي هي تحريك الخطة. راح يكون عندك نوعين من تحريك الخطة، يعني راح تقدر انك تحرك اللاعبين من مكان لمكان. مثلا انك في أرسنال عندنا خطة، احنا أرسنال انا اشجع أرسنال، عندنا زيكشينكو دائما هو ظهير يسار، نحوله وسط في الهجوم. هاي الخطة راح تكون موجودة في لعبة فيفا، يعني تقدر انك تخلي مثلا ظهير يصير وسط، ولا الدفاع يتقدم، ولا من هاي الحركات. يعني هذه الحركات حلوة، راح تخلي الهجوم يروح يمين ولا يسار، فبيكون عندك تكتيك وايد قوي. تقدر انك تبدل بين الأجنحة في اللعب، يعني تخلي مثلا الجناح يمين يروح يسار، ولا الجناح يسار يروح يمين. فهاي إضافة جدا حلوة وحبيتها. راح يكون عندك نوع ثاني، واللي هو أن المدرب هو اللي يحط لك الخطأ. يعني مثلا يقول لك عندك خلل أنت في هاي الجهة، فتقدر انك تعدل بناء على كلام المدرب. طبعا راح تكون حر، يعني تقدر انك تعدل وتقدر انك ما تعدل، بس يقولون لك، يحطون لك معلومة ان المدرب يقول لك عدل. واخر اضافة راح نتكلم عنها اليوم، وهو اضافة جدا اسطورية، وكانت موجودة قبل والحين رجعوها مرة ثانية. مرة ليش حذفوها؟ لان الاضافة كانت اسطورية. الكورنر راح تقدر انك تسوي خطة يعني اسطورية، يعني تقدر انك تخلي الدفاع هو يوقف قدام، ولا تخلي المهاجم مثلا اللي يضرب هيدات تخلي ورا، ولا تخلي اللاعبين كلهم ورا، ولا تخلي اللاعبين يلصقون في الحارس. راح تقدر انك تسوي كذا خطة راح تساعدك انك تسجل هدف. يعني في الكورنرات تعرفون ما في تكتيك، ما تحس ان بقيمة الكورنر. ان شاء الله يعني في الجزء القادم راح يكون للكورنرات قيمة. 3 مميزات وايد عجبوني. تسحب اضافة جدا حلوة، راح تضيف للعبة حماس، بس راح يخلون يعني اذا تسحب راح يعطونك كروت بسرعة، ممكن بطاقة صفراء إذا مرتدة، ممكن بطاقة حمراء. وأتوقع أنك تقدر تعدل، لأن تقدر تخلي صارم جدا، ولا تخلي متساهل جدا. يعني هذا في طور المهنة تقدر تعدل، لكن في الأونلاين الله يستر، يمكن يبون العيد يخلونك سيدة تنطرد، ما يندرى. بس أكيد هم يبون يقللون من التسحب، فحاطين حتى الزر وايد صعب، إكس والدوار اللي على اليمين وايد صعب. فعندك بعد لإضافة تحريك اللاعبين، الشيء الحلو فيها انك تقدر تدافع الحين. يعني تعرفون في هذا الجزء ما تحس تقدر تدافع، حتى لو ترجع كل اللاعبين ورا ما تقدر انك تدافع. لكن في الجزء القادم راح تقدر انك مثلا تسوي تكتيك، تخلي 10 لاعبين عند الجول، فخلاص انت فايز وتحس ان خلاص تبي تدافع. تقدر انك تقفل المنطقة 10 لاعبين عند الحارس، خلهم او اي كرة شيلها. فهاي متعة صراحة، انا اشوف انك تقدر تدافع وتقدر في نفس الوقت تهاجم. يعني حتى اللي ضدك بيخلي مثلا دفاع يهجم، بيخلي الظهير يهجم، بيخلي كل اللاعبين يهجمون علشان يقدر انه يسجل عليك. واخر شيء راح اقوله، وهو يمكن خبر جدا مؤسف، لان اللعبة زاد سعرها. يعني خلاص اللعبة العادية راح يزيد سعرها، ومو بس فيفا ترى، يعني مو بس FC، كل الالعاب الجاية راح يكون سعرهم بهالسعر مع الاسف. كلهم راح يكون سعرهم $61.99، يعني $72. وهذا خبر طبعا مؤسف، ان جميع الالعاب زادوا سعرهم تقريبا $2 إلى $3. لكن يعني الحين ما تقدر انك مثلا تشتري $70، لا لازم تشتري $75 علشان مثلا تشتري لعبة $72. فهاي شيء مؤسف. لا تنسون تشاركونا تحت في التعليقات، تقولوا لي رايكم في اللعبة وفي الاضافات اللي ضافوها، وشنو الاشياء اللي تتمنوها في اللعبة. بخصوص الاشياء اللي نتمناها في اللعبة ان شاء الله يعني بينزل مقطع قريب ان شاء الله عن اشياء اتمناها في لعبة FC 25 عفوا. اوكي يا جماعة، كان معاكم اخوكم خالد، انتظرونا في مقاطع جديدة ان شاء الله. كل يوم راح ينزل لكم مقطع، راح ننوع في الالعاب، فلايك واشتراك. السلام عليكم.